اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. لما نغير في الاكل كده تبقي زهقانه ومش عايز تعملي اكل مالكيش نفس، هقولك على اكله حلوه قوي تعمليها سريعه وكمان بتعجب الاطفال جدا وبينبسطوا بيها قوي، وما شاء الله بياكلوا بيها، يعني بياكلوا منها كتير، وتقدري تحطيها في الفريزر وتطلعي منها وقت ما الاولاد يكونوا جعانين، ولا هتعجني ولا هتفردي ولا هتشيلي هم ان انت تستني حتى تخمر. يلا بينا هنعمل اكله حلوه قوي، وزي ما انت شايفه كده ما شاء الله عملت كميه معايا حلوه قوي والله، ما خدت وقت خالص ولا كمان خدت مكونات كتير خالص. كل المكونات سهله وسريعه وكمان عندك في كل بيت ما شاء الله. يا رب ان شاء الله الفيديو لو بيعجبك او بقدم لك حاجه كويسه مفيده، يا رب ما تنسينيش كده في لايك حلو وشير لاصدقائك ان شاء الله، ودعوه حلوه منك يا ست الكل. يلا بينا بقى على الوصفه الجميله السهله. كل اللي احنا هنعمله هنحط 3 كوبايات من الميه زي ما انت شايفه. تمام تمام. وبعد كده يا ست الكل 3 كوبايات ونص كده. وبعد كده هنحط ايه في العجين في الدقيق، حطينا معلقه من من الملح، وحطينا واحده بيكنج باودر، يعني معلقه بيكنج باودر، ورشه فلفل اسود، رشه توم باودر، رشه بصل باودر، وجبنا الميه حطينا فيها معلقه كبيره من السكر وكيس من الخميره. بس كده يا ست الكل. جبنا بقى الدقيق اللي احنا حطينا فيه الحاجات دي التوابل، يعني حطينا فيه بيضايه ونزلنا عليه الميه بالخميره، وطبعا على حسب ما تبقى في ايدك يعني تزودي بقى شويه ميه كمان. انا زودت ربع كوبايه كمان. وبعد كده حطيت 3 معالق من الزيت وكيس من المايونيز، ما شاء الله بتودي الطعم في حته تانية خالص. جينا بقى نعمل الصلصه يا ست الكل. جبت معلقتين صلصه عادي من الصلصه المعلبه، وحطيت بقى ملح وفلفل اسود، توم باودر، بصل باودر، بابريكا، سنه من الكمون، سنه من الزعتر، سنه من الكزبره. بصي اللي انت عايزاه تحطيه واللي مش عايزاه ما تحطوش، مفيش مشكله. بعد كده جبت ايه الصينيه اللي هي بتاعه الكب كيك دي، ودهنتها اللهم صل على كامل النبي بزيت، ويستحسن ترشيها برشه من الدقيق او تحطي الايه الورق اللي هو بتاع ايه بتاع الكب كيك. تمام ده او ده. وبعد كده نزلي بقى معلقتين كده فيها، وبعد كده تحطي يا جماعه اللي انا عاملاه ده، اللي هو انا كنت بحط ده رول الفراخ اللي احنا كنا عاملينه مع بعض لو تفتكروا. وانا الباقي منه اللي انا عملنا سندوتشات منه، واللي اتبقى منه حطيته في الفريزر، يعني عندي كنت حاطاه في باب التلاجة من تحت، وتاني يوم عملت الوصفه دي. ما شاء الله بتحطي واحده في كل كب كيكايه، وتقومي حاطه برده معلقه من فوق من الخليط من العجينه، وبس كده. وهنا الباقي حطيته في صينيتين، من الصينيتين، يعني دهنت الصينيه وحطيت الباقي. وبعد كده زي ما انت شايفه كده بدهن ايه الكب كيك من فوق بالصلصه، وبس كده. وبدهن بقى طبعا انا دخلت يا جماعه ما شاء الله الصينيه يا دوبك خدت جمدت كده، وبعد كده طلعتها حطيت مسحت بالصلصه، مسحتها بالصلصه، وبعد كده حطيت بقى اي مكونات عندك حطيها. تمام تمام. ما شاء الله ما بنسيبهاش تخمر ولا اي حاجه. وده الكب كيك تحفه وهش وسريع وما شاء الله طعمه جنان وعجب الاولاد جدا. بالف هنا وشفا.